أبرز الأخبار الرياضية في 90 ثانية، أهلا بكم. في افتتاح مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 يسعى المنتخب القطري لتحقيق بداية إيجابية على أرضه وبين جماهيره في أول ظهور له في الحدث، عندما يواجه المنتخب الإكوادوري الذي استعد أيضا لهذه الموقعة. وصلت بعثة المنتخب البرازيلي بطل العالم 5 مرات إلى قطر تمهيدا للمشاركة في كأس العالم، ليكون بذلك منتخب السامبا آخر الواصلين للحدث العالمي. في المؤتمر الصحفي الافتتاحي لكأس العالم، أكد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن دولة قطر تطورت كثيرا في مجال حقوق العمال والمساواة وإعطاء الحقوق للجميع، معتبرا أن الكل اجتمع على العمل من أجل تقديم نسخة ستكون الأفضل على الإطلاق. وشدد إنفانتينو على ضرورة أن يعتذر الأوروبيون للشعوب قبل أن يقدموا الدروس لغيرهم. افتتحت فعاليات حياكم في قطر بحفل مبهر أضاء سماء منطقة الكورنيش، كما تم افتتاح مهرجان الفيفا للمشجعين قبل يوم من انطلاق كأس العالم. تأكد رسميا غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن كأس العالم بسبب الإصابة بحسب ما أعلنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. هذا أبرز ما لدينا من أخبار، إلى اللقاء.